بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا من لا يحتاج إلى العسير فإن تسهيل العسير عليك يسير. سهل علينا بفضلك وكرمك يا ميسر. ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله ويا رب العالمين. درزا چندامو؟ درزا حشتاي كتابة سيداي ملجاني. أري وضع الكلمة لفظ وضع هاتي الداين أري رونيا شعبي جترفي واضعفا بري هاتي داين أري رونيا شعبي دا إجا أزفيب بيجم وديت كو كيج كنجي فعل ماضي ده تعريف دورة أغلب فائدة استمرار ده. تمام. فائدة دوام ده. أري أمد بيجن ماضي تدي جبو ماضية قطبية لكن كنت تعريفها دورة وكينها فرا أري كالمن أو فائدة دوامه استمرار ده. أبيات تجارة مرج بالنكرون يا شعبي من. تمام. أبي أبر حقيقة مهمة بلا هاي عمرف دائما جهة برونيا شعبنا شيء إن شاء الله أدغازم دفردا أزبي عبارة يجي جوارا مخينا دبي مسألكم أنا أقول دبي مسألة واعلم أن الفعل الواقع في التعريفات ماضيا كان أو غيره يراد به الاستمرار غالبا أوجش مثالاوي الكلمة لفظ وضع. الكلمة لفظ وضع يعني معنى أو وضعه نك قطبية دوامة الدوامة أول ده إجا وضع شيء وضع دلغتا جعل الشيء في حيز دانينا تشتكي ده مكان كده. حيز معنى مكان جهة ده جهة كده. إسان كي تدي معناه تدي لفظيش معناه إراداتي كان معناه شواد بمكان لفظيرة فكأن الواضع بتعيينه بجعل المعنى يجعل المعنى حيزا لللفظ. عبد الغفور اللاري ورد بيش سانكي واضع تدي بفي تعيينا لفظي القارشي معناه ده لفظيك معين دك القارشي معناه أري ها دقارينا معناه حيز مكان جلف زيرة سانكي أري قربة هذا إجا وضع شيء اصطلاح
حتى أن بين هاي اصطلاحين لغوي ده دائما مناسبة هي. والوضع وضع أبا تخصيص شيء بشيء خاص كرنا تشتكي بتشتكي مراد دبا ترسيبي بشي خاص كرنا ظاهر أول خاص كرنا لفظي بمعناي ضالي بمدلولي ويا عكساوي تخصيصا معناي بلفظي مدلولي بضالي دبا كورة بشي شبو او هاي معناوي لو ما قو شيء بشيء تخصيص شيء بشيء تمام ده تخصيص ويجي بحيث متى أطلق بحيث متى أطلق بشكل أكبر بحيث ظرف مستقر حال الشيء أولها أو شيء أول شيء حال كوني بحيث متى أطلق نه شو وقت أطلق بإطلاق كرن بذكر كرن أو أحس هذا بس حس كرن حسا بيتشي بابا فو أحس الشيء الأول دي شيء أول بذكر كرن يجب حسا بيتشي بابا فهم منه الشيء الثاني تفعل كرنجي شيء ثاني معنى مدلول تمام براي عزيز الوضع نقول تخصيص شيء بشيء او بشيء متعلقين تخصيصه باي نقول بحيث دبا حاله شيء اول تمام كالب معانا أطلق يعني ذكر أبتني جنين ذكر وسمع ذكر وسمع يعني أبياش قبيلات شيء حذف معطوف تبي حذف عطف تمام حذف معطوف تبي حرف عطف كلمة ش قبيلة تقيكم الحر هذه كلمة يعني والبرد جانا معطوف تبي حرف عطف دفل جي عيني ورا ليه بإطلاق كرن ونيسع كرن تمعناكي إفادة أو أحس معلومة حس ونزاري حواسي خمسة إياك جباناجي سمعة إجادة أو أحس بغير السمع يحس بيش بغير السمع شنكي سمج أوي هاتف عن كده يقول أطلق وسمع تمام كارب إجا كوارجو حسة الإشارة ببال هردو قسمين موضوعي بالكر موضوع تشتكي وضع كرج تشتكي إشارتي ببال هردو قسمين موضوعي بالكر يعني إيه اللفظ وإيه غير اللفظ قد دوالي أربعة دوالي أربعة تحسها بصري تحس أفتشوف ده إجا تدي قاعدك ورهي ده يقول تخصيص شيء بشيء أو شيء أول شب خصوصاوي بملاحظة كرن شب عموماوي شيء ثاني شيء شب خصوصاوي به ملاحظة كرن شيء
بعمومه دمشقو أركان علمي وضعي أفنشقو إيوه شار قسم دركة الميدان وريه ها شار قسم بقو دركة الميدان نوري ها دمكي ايه اول مسألة موضوعي بوضع مسألة خاص جبو موضوع له خاص يعني هم موضوع خاص هم موضوع له خاص وكرم تمام موضوعي بوضع خاص جبو موضوع له خاص ادري موضوعي بوضع خاص جبو موضوع له عام تمام موضوعي بوضع عام جبو موضوع له عام وموضوعي بوضع عام جبو موضوع له خاص افشار قسم تمام غالبا سي قسم جي قلت المنه سي قسم جي او هنا قسمك جي وجود تنجرة اك موضوع بوضع خاص جبو موضوع له عام تنجر تمام شنكي ذي قالت الفري دري درب الرحمة عينك بدي دستي خو تشكي بتشوك عينك بدي دستي خو تمام ديار بكر تدا خوياتك ها ناك جنابه يعني جبروي موضوع وضع خاص جبوا موضوع أولوية عام تنهي أما هل سيدن هنك غالبا مسألة قريب بيجي موضوع وضع خاص جبوا موضوع أولوية خاص علم طيب مثال مش كرم ده يا موضوع وضع خاص موضوع له موضوع وضع عام جبوا موضوع له خاص او دور دا اختلاف هي وكاد ضمائر اسمه اشاره وانا او دور دا اختلاف هي غالبا تين مبهمات هذا ياجي موضوع وضع عام جبوا موضوع له عام تي هالحال ده وكيد مشتقات هذا وكيد مركبات هذا بخير قال لك ورساله وضعي خند ونفانا فعم بكر باذن الله تعالى اريه عين زمان دفردا اشارته ببال هر چار اركان وضعه تمام شو مدار علمي وضعي اوه يعني نفرت شكي دريجه ونظام شبا خل قهنا ديكي إجابة أمبرايمن تديك أو حيث الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني ما قلنا جزاء الشرط جزاء الشرط جمتارة أطلق الشيء الأول وفهم منه الشيء الثاني ألي قالين فعل الشرط فهم منه الشيء الثاني جزاء الشرط إن شاء الله تشيبوا إجا النقطة كده الشيء الأول أطلقوا أحسه تدا تنازع كرنه تنازع والتنازع زانن إن عاملان اقتديا في اسم العمل قبله فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة تمام وهو أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر تمام كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم تمام هركت خواسة متعلقة بهم ضربت وأكرمت زيدا تمام ضربني وأكرمت زيدا أكرمت وضربني زيدا زيد أري إذا الفلاجي أطلق أحس ده الشيء ده تنازع
هر كي تخواز جرابه كنت بدي عامل ثاني جي اول را مقدر بكي او مذهبي بصرية اري كنت بدي ثاني او ياجي مذهبي كوفي ان شاء الله شيبو نقطة كي دمها اوجي من باء حرف باء كنت بشتي مادة اختصاص دابي يختص خصص يخصص تخصيص المادة هذه كنت بشتي في مادة هاني دابي يا داخلي سر مقصور دبه يا داخلي سر مقصور عليه دبه دقات تمام مقصور لفظة دفرتا مقصور عليه معناي تمام إجابة كداخلي سر مقصور به تمام أم معناها غاطية خاص كرن بفي لفسي كبا داخلي سر مقصور عليه به اف لفظها هاتية خاص كرن بفي معناها يوم معنى خاصين زاننه ما يوجد ما يختص به ولا يوجد في غيره ليش المغني وما كتب دي تور معناتك ما يختص به ولا يوجد في غيره ومن خواصه دي خواص اسمه أزلكي تعبيرات تركي تيداتين ده غيري ويدانا خواص فعلي أوجي ورا اللي تشتكي خاص مرفة ده غيري مرفة داناي إجا براني عزيز با وداخلي سر مقصورة به تدبجي أم معناها أريك غالبا أم معناها خاصة بفي لفسي أم معناها خاصة بفي لفسي بو يعني ده غيري ويدان ناي ويتشاخي أف ألفاظي مترادف جبري دركت الفاظ مترادف انا حال دش بدركت ناي مشترك أم معناها خاصة بفي لفسية مثلا ليث أسد أو شيريتي خاصة بأسده معنى ود ليسيد الناي الفاظي مترادفش بدرتي ترادف تدي اختلاف لفظي اتحاد معناي لفظي وان ايدي معنى وان يك وقابل داخل سر مقصور عليه به اف لفظي هاني خاصة بفي معنى اف لفظي هاني خاصة بفي معنى أنا غالبا مثلا تبجي يوسف دي يوسف مناوي تتني يوسف قال لك يوسف هذا غالبا قال لك يوسف هذا تمام اجا تدبي أبلف ذي هاني خاصة بفي معنى بو الفاظي مشترك جبردرتين ام جوابك اجا تدي الا محذورك لازم تبه يا الفاظي مشترك جبردرتين يا الفاظي مترادف جبردرتين اجا تخصيص تدي تخصيص شيء بشيء ام ذكن بمعنى تعيين كالب ام ذكن ويشاغ بمعنى تعيين يعني تعيين لفظي لقارشي معناي تعيين لفظي لقارشي معناي تمام بيصير ويشاغ مشكلة لازم ناي تمام
آلية كتبة خاصة اختصاص دي ما يختص به ولا يوجد في غيره. عبد الغفور دبي لا يوجد في غيره تفسير جزء سلبية ضمن يختص ذلك. تمام؟ تفسير جزء سلبية ضمن يختص ذلك. وش أخي؟ يوجد فيه ولا يوجد في غيره. ها معلومة يوجد فيه ولا يوجد في غيره. يعني طبيعي أول شيء تجريد كما يختص عن زمان تجريد التقييم معنى لا يوجد في غيره تجريد دافيجي ما يختص به ما يوجد فيه دي خاصة ما يوجد فيه ده تخوازي ده غيري ويدا موجود بمه نب لعصام ده أبا معنى ما يختص به ولا يوجد في غيره تفسير ولا يوجد في غيره تفسيره هم جزء سلبي هم جزء إيجابي كقالب. يعني لا يوجد في غيره يوجد فيه ولا يوجد في غيره. تمام قالب. على كل حال أم جوابك المحذور لازمته جمود دفعة محذورة أم كان بمعنى تعيين. تمام ما بيصير شوا كو عبد الغفور دبيجه في احتراز هاني اواتك دبي ان قلت ان كانت الباء داخلة على المقصور اريكالي اجد باء داخلي سر مقصور به خرج عنه وضع المرادف وكان قادر وضع اسماء مترادف ايه اجبر درتي چونك لعدم انحصار معناه في واحد من المترادفين مع او معنى نمنحصر دي كي جوان دايد ليس ويا اسدي دهر ديا دايش چونك لوجودي في كليهما وان كانت داخلة على المقصور عليه خرج عنه وضع المشترك دي الفاظ المشتركة وقت مساء يوسف دي بالصداء أبنى فهد أدرتي شو ما درتي لعدم انحصاري في شيء من المعنيين أبنى من حسني اوكي داي قالي من الوان معنى هذا شكي لي وجودي في كليه أنا قالي التم هذا موجود هذه هذا موجود والحاصل أن الجزء السلبي الذي يفيده التخصيص لا يوجد في كل وضعين. دمكي أري قالين دمكي الجزء السلبي لا يوجد في غيره أكد ضمن يختصد دهر وضع إذا قيد نابك قالين ناي بيداني أجل الاحتراز هو بكر قلنا يمكن أن يجاب عنه وقف قادري من إشارة كر كبير جواب داش بيش في احتراضي بتجريد التخصيص عن الجزء السلبي ده يختصو معنا لا يوجد فيه ولا يوجد في غيره أم تجريد ذكر الجزء السلبي لا يوجد في غيره أم يك وبأن التخصيص بحسب الجعل أري قالب تخصيص لقورة جعله يعني يك جوان مقصور يرسل إدري نمشاركة بيرا يكيد دوقت جعلنا كورة دوقت كتا بابتا يوسف دايل قارشي تا ويتشاخي نورا كالبا ويتشا ليه مقصور اللي سر تا تكسي شريكة تا تدا تشيدا دوقت جعلنا أما دبي لا بحسب الحكم حكم أو أسراركم مترتب يسرجع عليه دبي يعني بيك يقتدي بموضوع يكذب موضوع له نه يكذب الضال يكذب مدلول نبي اعتباري أبي مرتب يسرجع عليه دبي
بله. اما دو وقت جعله ده اري كالما يعني بابته وقت يوسف داني اشترى غير تبترى ها يعني نمشارك الكالما بله. يعني قطع ناب مشارك بترى كالما اري اوره ولما كانت الأوضاع في المشترك والألفاظ مترتبة لم يتحقق في الأزمنة المترتبة للأوضاع إلا المجعول الواحد والمجعول له الواحد وأفجي الدوام إبريبه وبأن التخصيص إضافي كالما لا حقيقي تخصيص دمرنا إضافية نسبية بالنسبة لبعض ألفاظها ها بالنسبة لبعض ألفاظها وبالنسبة لبعض معانيها باي كالما نتفي إن كدور بيجي لازم بيجي أو ندردش مرة أريه وبأن معنى كل من المترادفين يجي من حيث إنه من آثار جعل ذلك المترادف لا يوجد في المترادف الآخر وأن المشترك بحسب كل جعل لا يوجد إلا في معنى واحد أريه كالما لا على كل حال زمان كانت عبد الغفور بإذن خده وجه خوشك أبي إيزاح بدنيك وعليكم السلام تبرون يا جعبين أبدو بردا إذا شخو جوابات تفهم كده يكشي ما جو تدي أبدو سي جواب عبد الغفور شخو ده الدنيجي تدي تعيين أمك أن سلامت أمك بمعنى تعيين تخصيص شيء بشيء تعيينها تشتكي لقارشي تشتكي رونيا شافي إن شاء الله تشيبو يالنس ده أو كده ده حاشية بسوقي لسر رسالة وضعي رسالة وشرح رسالة وضعي أوجي سر رسالة عدد الدين دوردا أوجي إشارة بالفي معنا ما قد دكده يالنس هنكي دوردا بمخوش نايع عباري شعرتي نسري تمام دبي والباء داخلة على المقصود باء داخلة لسر مقصوره أمثال جي كده بجد الحمد لله خص الإنسان بمعرفة أوضاع الكلام سرور خص الإنسان بمعرفة أوضاع الكلام لسرفنا دبي والباء داخلة على المقصور وهو جائز كدخولها على المقصور يعني شوى دخوله ولسان مقصور عليه جائزة لسان مقصور يجي جائزة باتفاق العلامتين السعد والسيد هم سيد شريف الجرجاني هم سعد تفتزان اتفاقا دبت داخل سرويج داخل سرويج اللي هو الخلاف بينهما إنما هو في الغالب في الاستعمال تريد استعمال ده غالب شوايه هيك هركة ترجيحها آلي كدك فذهب السعد إلى أن الغالب فيه دخولها على المقصود تيكو ب قلت أغلب داخل سر مقصود به وذهب السيد إلى أن الغالب فيه دخولها على المقصور عليه تيكو داخل سر مقصور عليه به إجاب آنية وك احتلال الشعرية كريه بقى شعره هان النخوشكه اصلا ده جيدا يا شيخ مادام سعد دبي غالب وداخلي سر مقصوري سيد دبي داخلي سر مقصوري عليه به في شعرك از مخوي نمشي شخو عيني ورد بيجي كما دبي باشي دبي فليس بجيدين دبي والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا وعكسه مستعمل وجيد قد قاله الحبر الهمام السيد أري أو علامة بزيد والسيد شريف الجرجانية وورقوتي
تمام؟ ايش تشتكوا جويف شعر تفعل كنجي أما دبي با دبشتي اختصاص دا في مادة هذا دخولاوي لسر مقصورة اه بر إذا دبي وعكسوه عكسا فيها كداخل سر مقصور عليه به مستعمل وجيد هم تستعمل كرد كلام ده وخشكجي شك قد قاله الحبر الهمام السيد دي سيد الشريف عالم المزن ها صاحب همات ها وورقوتي يعني داخل سر مقصور عليه إجا الباشية في هذا فليس بجيد لأن هذا مذهب السعد لا للسيد نعم أو جواب قوتناوية بريت شعري ده مخالفة أذنابهم والله تمام قالين كرتوي بعد داخل سر مقصور يجدبه داخل سر مقصور عليه لجم سعد تفتزان كدا أغلب داخل سر مقصور به لجم سيد شريف داخل سر مقصور عليه تمام لبلد سيوطية ده تشتتي بالا من كما قد خصص الفعل بأن ينجزم بريوي فرد كا بريوي شو؟ سيوه ملعب إيكا بريوي أن ينجزم بريوي كما قد خصص الفعل بأن ينجزم أنا بيرات فرد كا بريوي لو ما أنا والاسم قد عافر والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم تمام تيجد وردة أبو طالب جي او شروع يدي السري قال لك خبرت كان بعد آخر سنة مقصودة ها إجا إمام سيوطي دبيت كلامه ده قلب هي قلب مكان هي تدي والاسم قد خصص بالجر يعني قد خصص الجر بالاسم كما قد خصص الفعل بأن ينجزم نعم كما يعني قد خصص الجزم بالفعل ده كلامه ده قلبه مكان هيك تمام لبلي ابو طالب دور ده تشتكي قال لك خش تشتي بالب ليش خوك با داخل سر ها مقصوره ببه تخصيص ده بمعنى افراد تخصيص ده بمعنى تمييز وافراد تمام ها مثلا ذي نخصك بالعبادة إياك نعبد أي نخصك بالعبادة ليه؟ أنت خاصتك بعبادتي خاصة ما قوم ما يوجد في ولا يوجد في غيري ده هو خودي خاصة بعبادتي تشكيد الحاشا ده مني معناه ونابه تبالا خد ذيك علماء تزدكم زمخشري وأمثاله وان تمام نخصك أي نفردك ها ونميزك بالعبادة كم معنى إفراد هاي كرد معنى تمييز قال أفراد شيبو بوي هواي أو فردك سيوطيجي ها معنوي هنكي ها هاتف عنك أو أحس دمك الوضع تخصيص شيء بشيء بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني تمام التعريف وضعه تدري شوا إيه أول بيت إطلاق كرين يا حساب بيتشي ببا تمام أو مع الشيء الثاني بفعل كرين وريه هذا قيل شو منتفذ زانا قيل تدي صيغة تمريدية قيل ها oldu بابو قيل تدي قيل يخرج عنه وضع الحرف دبي هنكا قوتية هاتية قوتن كش بني في تعريفة وضعيكم مكر وضع حرفي تابي حرف كامل ايه معاني ده نيه مباني حروف معاني من إلى وسائل بو إجا آني بصيغة تبريد آني قيل
شوف يا مريضة ضعيفة، القول ضعيفة. تمام كنت بيك وضع حرفيش بردرتي كما ضعيفة قلت شمكي قاوي كنت دي مطلقة افيا بيت ذكر كريشخو اري مطلقة بهشتن قاوي كو بيت هشتن تمام كلماته او درج بري وري تمام كلماته اوش بنيده شكل قاوي اذا اطلقت لا نفع بكلم معناجي كسف عمنا كذي إلا يك عارفين بوضعي به إلا يك عالمي بوضعي به يعني دروما كلمة تجي وك إيه حرفين ها دلوقتي نلسة إطلاقية مطلقاتية بيها تمام لو ما قو قيلة بصيغة تمريدة قو أتشتيكم قو هات تفعل كده ولو قو بني شما بقيلتي قو دلوقتي درناي وضع حرفش بردرناي لذي هاتي قوتنكو وضع حرفش برد درتي كما چنكي دبي حرف متى اطلقه دبي نايف عم كل شيء معنى ثاني معناه بله ليه تقوم من حتى اسمه بيجي من حتى اسمه بيجي الى حتى اسمه بيجي فيه حتى متعلقي ومجروري وي ني دي معنى الحاص تشيلابه يعني نايف عم كده شبو ان شاء الله اذا دبي ما بصيغه تمريدة اني قو چونكي اگر كو تدي الاف تعريف لسر عموما خبهشتن مطلق به متى اطلقه تي اطلقه هما بقيد لسر اطلاق بهشتن وشاغي تمام كلمات دروما وان افه اري انجخ عارفه بوضعي تدي فهمك يقصد معنى وانا نفهمك لو ما قو قيل يخرج عنه وضع الحرف وضع حرفي جبنت ذي تعريفه هاني اري كالمه تعريفه وضع درتي كما درتي حيث لا يفهم معناه متى اطلق شكي نايف عم كده لورا نايف عم كده معنى حرفه متى اطلق متى ذكر دبي وكان قفقدني بقول حتى سبب بيجي متى جاء من الى نايف عم كده لكن قلت يفهم كده بل اذا اطلق تبي اطلاق كرن ذكر كرن مع ضم ضميمة دقل ضمة زلقاندنا ضميمكي ضميمة صيغة فعيلة بمعنى مفعولة مضمومكي مراد مضمومة متعلقات حروفها متعلقات حروفها متعلقات حروفها يعني عامل ومجرور عامل ومجرور ان شاء الله تشيبوا عامل ومجرور ليه حتى النبي سرت من البصرة معنى من ايه نايت افعل كده ان شاء الله تشيبوا ليه بل اذا اطلق مع الضم ضميمة تنزل قاندنا مضمومك ببالله تشكيك بين ضم كرن كما قوم متعلقنا ده راسي شو متبادر دوا حروف الجريدة مجرورة وانا حاط كبير عامل جيتشين هذا مثلا الف لام التعريف هذا مدخولي ويه الرجل مدخولي ويه حتى الرجل ني معنى الف لام نا تفعل كالكالب شيبو بل إذا أطلق مع الضم ضميمة ووضع حرفين دركت أو الجواب قوة أجيب عنه هاتي جواب دانش بيش قيلة يعني جواب قيلة بيش في اعتراضي جواب في اعتراضي هاتي دانين بفيا بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا
تيجي شو وقتك بذكر كرن بذكرك صحيح بذكرك تمام تمام بله إيه قام يكورب إيه وإطلاق الحال حال وإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيحين إطلاق حرفه نور بله ذكر حرفه ب ضم ضميمه متعلقاتا صحيحة ما تكاريها ما بيجي من إلى في تنكاري بيجي بله تيبو غالبا دمتي كنت بي متى أطلقه قاعدك هي تقولنا تدبي إذا ذكر الشيء مطلقا يراد به الفرد الكامل بله الفرد الكامل بإطلاق ذاك إطلاق صحيح إيه صحيح كي جاي أكو ضميمة بيبات شبو قربان وإطلاق الحرف بلا ضميمة غير صحيحين إن شاء الله شبو بله ده إجا كلمة أف جوابك جبو حرف جبر دلي بله أري ولا يبعد أن يقال ندور كوبي قوتن جواب ده أف جوابك دني إن المراد بإطلاق الألفاظ مراد بإطلاق ألفاظ ذكر ألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم أهل الزمان ده محاورات خدا ده كلام خدا وقت الديالوج بهفرات شدكن وقت الصحبات بهفرات كن أري أهل الزمان ده وقت الصحبات خدا ده كلام خدا مناقشة خدا مناظرة خدا ديالوج خدا دي شوى استعمال كده وبيان مقاصدهم شو بيان مقاصدهم جو عطف التفسير جيرا جو محاوراتهم دي وقت بيان مراد خد كد شقست كد او ده بله مراد باطلاق الفاظ ابا اهل الزمان وقت بيان مقاصد خب كد شوى استعمالتك اكوربه نه بله فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائدين أبياجي بالنوعي وقت جواب السؤال مقدر به دبي بلا بقوتانا متى أطلق إطلاقا صحيحا بله متى أطلق إطلاقا صحيحا بله وربقوتانا إذا شبو خاطرك وضع حرفش بردا نكتا إجاب بإجابنا كغالبا ها كبشتي مراد بإطلاق ألفاظها دي شوا ده كلام خدا ده بيان مقاصد خدا مراد خدا استعمال دكن ها كو أوبة كس من تاني استعمالناك بسيرتو من البصرة مثلا شيبو الدولار يسيله فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد احتياج ببال اعتبار كرنا قيدك زيادة جبو خاطري وضع تدي حرف جبنت في تعريفها هاني دلني ناك بله كاسين ناك قالب بله طبي مثلا اما ما جو وضع حرفين احترازي هاني تشال وضع حرفين من وضع فعلي جدبن ليه؟ فعل باعتباره جزء معنى أخوك نسبته أو جتدينا مستقلة به بله أو جينا مستقلة بله وعين زمان وهناك اسمهنا ضمن ياخدها ضمن ياخدها معنى حرفين كده تبقى متى وطبعا اسماء متضمنة معنى حرفين بله أري أفاناج عين زمان جبردتنا حرف تاني ها بله إجاكم أقول أذن قلنا كي دما إذا ذكر الشيء مطلقا شو يراد به الفرد الكامل بله أري فرد كامل أما
كبي إطلاق قرن بإطلاقك الصحيح إطلاق صحيح جبي ضم ضميمة جنابه ياجي مراد بأف إطلاق الصحيح كو أهل زمان بيانا مراد خدا صحبته خدا دي هاوي كلمة استعمالتك مراد بإطلاق الصحيح أو أرونيا شعبي من إحالي لتوضع جبني دلمكت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاك الله خيرا.